السلام مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وبصحه وبسلامه وباي حاجه زوينه كتمناوها. فيديو جديد ونهار جديد. عواشركم مبروكين وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله قرب رمضان وبغيت نصيبوا شويه ديال الشباكيه، وبغيت نشارك معكم الطريقه اللي غادي ندير هذا العام ان شاء الله. هنا غادي نبداو ان شاء الله بالمقادير. فانا هنا عندي تقريبا كاس ديال الزبده ذوبتها، حيت ثقيله انا ما عمرتش الكاس بزاف. عندي كاس ديال الزيت البلديه وكاس ديال الزيت الروميه، وهنا عندي تقريبا 4 ديال المعالق ديال الخل. هاد العبار اللي درت انا ديال 2 كيلو ديال الطحين. غادي يكون عندي 4 ديال الكيسان ديال ما زهر، وغيكون عندي كاس ونص تقريبا ديال الماء انا عاد غادي ندفيه. هنا عندي كاس ديال اللوز خضر، غير سخنتو شويه في العافيه وطحنتو غربلتو رقيق. عندي 4 ديال المعالق ديال النافع و4 ديال المعالق ديال حبه حلاوه، وعندي 4 ديال المعالق معمرينش ديال القرفه. عندي 2 كيسان ديال الججلان حتى هو غير سخنتو على العافيه وطحنتو مزيان. وهنا عندي شويه ديال المسكه الحره، انا طحنتها مع السكر سنيده، داكشي علاش كتبان كثيره، هي راه ماشي كثيره. وهنا حكيت شويه ديال الكوزه وعندي شويه ديال الملحه صافي. وغادي نحتاج الساشيه ديال الخميره ديال الحلوه، ما غاديش نديرها كامله صافي. ما غادي ندير فيه لا خميره ديال العجينه لا والو، باش ما تخمر لياش وتعطيني الوقت باش نصيبها. هنا عندي الطحين هذا اللي مزيان، تقريبا انا عبرت 15 كاس، القياس ديال 2 كيلو. ممكن ديروا كيلو، ديروا نص ديال المقادير من هذا الشيء اللي درت معكم دابا. هادو هما المقادير، ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نجمعوا العجينه ديالنا. انا غادي ندفي شي شويه الماء، غندفيه غير شي شويه حيت الجو عندنا سخون، فما غاديش يعني نسخنوا بزاف. ودابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نجمعوا العجينه اللي عندنا. غادي نقولوا بسم الله وغادي نبداو. اول حاجه غادي نديرها هي الطحين. انا خديت هنا مولينكس، غندير فيها الزبده وغادي نعبر فيها 4 الكيسان ديال ما زهر. فانا ندير غير 3 ونصيص. وغادي ندير كاس ديال ندير هنا واحد نصيص ديال الماء. غادي نزيد عليه الجلجلان ونزيد عليه اللوز وغادي نضربهم مزيان. غادي نكمل هنا، درت كاس ديال الماء كامل. دابا غادي نضربهم مزيان صافي. انا طحنتهم على هذا الشكل هذا باش ما يبقاو ليناش فيهم شي حبوب ولا شي حاجه، باش ما يقطعوا ليناش العجينه. فهاد الطريقه كتبقى سهله وكتبقى زوينه. دابا غادي نجيبوها دابا باش نبداو ان شاء الله باش نخلطوها. صافي هنايا درت كامل المقادير اللي عندي، غادي نخلطهم كاملين. صافي بهذا الشكل هذا كيسهل علينا. ما غنبقى نزيد دابا المواد السائله، نزيدو الزيت البلديه وغادي نزيد الروميه. هنا عندي كاس انا عبرت بالكاس ديال العنبه. هنا تقريبا 4 حتى 5 ديال المعالق ديال الخل ومعهم الزعفران. صافي غنبدا نجمع شوي بشوي، وانا كنزيد من هاد
الخليط اللي درت. تكون نخليو العجينه تكون قاصحه باش تجينا زوينه. الطريقه اللي درت مولينكس طحنته ما كتخليش لكم لا الجلجلان ولا اللوز الا كانوا فيه مازالين شي طروفه، واخا كتغربلوا بعض الخطرات يطيحوا لنا كشي طروفه، فهكا كيطحنوا مع الماء ومع ما زهر. فالطريقه زوينه. صافي انا غادي نجمعها وغادي ندلكها مزيان. غادي نديرها في شي بلاستيكه وغادي نخليها ترتاح واحد نص ساعه ونرجع ليها عاد باش نبداو ان شاء الله نخدموها. صافي جمعتها، حاولت ندلكوها غير بوميه، ما نديوهاش ونجيبوها. دابا غادي نديرها في البلاستيكه نغلفها مزيان باش ما تنشفش. صافي نخليها تقريبا واحد ربع ساعه حتى نص ساعه. صافي كتطلق ونرجعوا باش نبداو نشبكوها. صافي نغلفها هكا باش ما يدخلياش ليها البرد. صافي دابا غادي نتسنى عليها ترتاح ونرجعوا عاد. صافي رجعت معكم دابا، خليتها لويتها في هذا البلاستيك، خليتها حتى رطابت. دابا غادي نقطعها باش نبدا ان شاء الله نصيبوها. انا غادي نديرها كرات هكذا باش تعاوني، وغادي نردوها في البلاستيك. لابد ديروها في البلاستيك باش ما تكرمش، ما خصهاش يقيسها البرد باش ما تكرمش لينا. انا غادي نكمل هكذا نديرها كرات وغادي نرجع باش نسرحها عاد بالمدلك. صافي انا درتهم كرات، غادي ندرج عليهم هكايا بالبلاستيك مزيان. غنصبر عليهم غير شويه يرطبوا ليا وغادي نرجع باش نسرحهم. صافي رجعت معكم دابا، خليته شويه حتى ارتاح. دابا غادي نبدا نسرحو، غادي نسرحو ونتنيهم وردهم في البلاستيكه باش يبقى رطب باش ما ينشفش. صافي بهذا الشكل هذا. وغادي نعاود نسرحو على الجهه الاخرى. انا غادي نسرحهم جوج المرات باش يجيوني فيهم، باش يجيونا مورقين ويجيونا فيهم التنيات مزيانين. اللي ما بغاش يدير هكا جوج مرات يدير تنيه غير على مره.
هاد الطريقه زوينه كتخليه يجينا منفوخ. هكذا وبهذا الشكل هكا صافي، ونردوه للميكا. صافي انا غادي نكمل هكا، غادي نخليه شي شويه على ما نكمل هذا ونرجعوا باش نبداو نصيبوه. صافي رجعت معكم دابا، خديت الطرف من العجينه، انا خليتها حتى ارتاحت ليا مزيان. خديت الطرف وسرحته بهذا الشكل هذا، نسرحو، نحاولوا نخليوها رقيقه بهذا السمك هذا، ماشي رقيقه بزاف ولكن عاوتاني ما تبقاش غليظه باش تجينا زوينه. انا كندير غير الجراره، اللي عنده طابع ديالها يديرو. صافي هاد الزوائد غادي نجمعوهم وغادي نعاودوا ليهم، نخليهم حتى يرتاحوا، نديرهم في شي بلاصيكه نخليهم حتى يرتاحوا، نعاودوا ليهم تقطاع. انا غادي نقطع، نقولوا بسم الله، وخمسة، 1 2 3 4 صافي، وخمسة نقطعوا.
كنديروا نفس الطريقه ديال الشباك، كنهزوا وحده ونطلقوا وحده ونهزوا الاخرى صافي. نشدوا هاد البلاصه مزيان ونتنيوها ونعاودوا نكرزوا عليها باش ما تفكش لينا صافي. ونشدوا هاد الجناب هكا حتى هما غادي نعاودوا نتنيوهم صافي بهذا الشكل هذا باش كيتشدوا لينا مزيان. صافي البنات حنا سالينا الشباك كامل. انا كنت مغطياها دايره ليها الميكا. دابا بدينا كنسخنوا الزيت وغادي نبدا باش نقلي. صافي هنا الزيت سخنات، غادي ما خليتش الزيت تسخن بزاف باش ما تحرقاش لينا، كنسخنوها غير شويه صافي. نحاولوا نحطوها هكا مباسعه باش تقللنا في خاطرها صافي. غادي ندير غير الكميه اللي كافيه على حسب المقله. انا درت المقله كبيره باش تاخذ معايا كميه كبيره وما تشدلياش اليد في القلي. صافي نعطيوها وقتها في الطياب، نخليوها حتى تبان لينا بدات كتحمر وعاد نقلبوها غير بشويه باش ما تهرسش لينا صافي. تتحمر على الجهه الاخرى ونحيدوها صافي. هي حمارت خدات هذا اللون. دابا غادي نحيدها وغادي نديرها في العسل. نحاولوا نصفيوها مزيان من الزيت صافي. نديروها هنا في العسل صافي. هذه عندنا قربات تحمر. الاخرى اللي درنا في العسل كنصبروا عليها حتى كنقربوا نحيدوا الاخرى من الزيت وعاد كنحيدوها من العسل وكنديروها شي شبكه هكا تكون واسعه باش تقطر لينا من العسل صافي بهذا الشكل هذا صافي. ودابا غادي ندوزو باش نحيدو هذه حتى هي نديروها في العسل صافي. البنات وصلنا للنهايه ديال الفيديو. الشباكيه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه للعسل حنا خدمناه البارح وخليناه حتى برد باش نخدموا به اليوم. الطريقه ديالو كاينه في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالو تحت ديال الفيديو في صندوق الوصف. نفس الطريقه ديال العسل غير هذاك اللي سبق لي درتو انا درتو بالليمون وهذا خدمناه بالليمون الحامض، لكن نفس الطريقه. كنتمنى باش تعجبكم هاد الطريقه ديال الشباكيه، تجربوها ونقول لكم عواش ركبوا.